قلت له طيب الشيء الثاني، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ترى قلت له أنا أحب سيدنا علي بن أبي طالب وأصلي عليه دائما في كل صلاة من صلواتي، أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدخل في ذلك سيدنا علي بن أبي طالب، كما يدخل في ذلك بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لما قلت يدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قام جادل. قلت له شوف، ترى أنا عندي هذا كتاب الروض النظير، شرح الروض النظير، شرح مجموع الفقه الكبير، في المجلد الرابع يوجد فيه أن من صيغ الصلاة على رسول الله أن يقول القائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، فذكر الآل أولا، ثم عطف، هذا من عطف الخاص على العام، ثم عطف الأزواج والذرية اللي داخلين في الآل. نعم دكتور، سألتهم طيب. عن عائشة؟ لا، ما سألتهم، ما قد وصلنا في الحديث إلى موضوع سيدة عائشة رضي الله عنها. الشاهد إنه قلت له طيب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها الآن كان له أعداء، صح؟ مثل من؟ قال معاوية. قلت له ما في إلا معاوية؟ يعني ما له أعداء من الروم الكفار، ولا له أعداء من الوثنيين اللي في الهند، ولا له أعداء من الوثنيين الذي في ذلك الوقت الذين كانوا ما وراء النهر، في بلاد ما وراء النهر، ما له عدو إلا معاوية؟ قال الذين عرفوا معاوية. قلت له بقية البشر الذين ما يعبدون الله، ما علي ما يعاديهم؟ قلت له خلاص طيب معاوية هذا هل كان يسبه؟ هل كان سيدنا علي يرفع ضده شعار بعد كل صلاة؟ فقال نعم. قلت له كذبت. الآن أنا في نهج البلاغة أمامي، في كتاب نهج البلاغة، للأسف ما أحضرته معي، في كتاب نهج البلاغة يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ونهج البلاغة معتمد حتى عند الاثنى عشرية، بل هو معتمد عند الاثنى عشرية أكثر من غيرهم. يقول سيدنا علي في صفحة 24 في نهج البلاغة: إني أكره أن تكونوا سبابين، لأنهم بدأوا يسبون أهل الشام، يعني معسكر معاوية. إني أكره أن تكونوا سبابين ولو قلتم، ثم ذكر دعاء يدعو لهم بالهداية لنا ولهم، ويدعو بالصلاة، يعني معسكر علي ومعسكر معاوية. فقلت له هذا علي بن أبي طالب ما كان يدعو على، ولا كان يرفع شعار بعد كل صلاة، يعني أنتم أفضل من علي حتى ترفعون شعار بعد الصلاة؟ الشاهد أنه ما يوجد علم متين. بعد ذلك كان من ضمن الأسئلة اللي سألته، قلت له بلغني أنكم تسبون عمر بن الخطاب. كيف تسبون عمر بن الخطاب ومنهج سيدنا زيد الترضي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، بل زيد مات من أجل عمر بن الخطاب أصلا، مات لأنه أراد أن يقول لأهل الكوفة انصروني، للذين دعوه أهل الكوفة من الفرس وغيرهم، دعوه إلى الفرس وبعض العرب، دعوه من أجل أن ينصروه، فطلب منهم هنا أمامي، طلب منهم أن ينصروه، فقالوا له فما تقول في عمر بن الخطاب؟ فقال في أبي بكر وعمر في الشيخين، فترضى عنهما وتولاهما. وسنقرأ إن شاء الله تعالى هذا الكلام في مجموع الإمام زيد، في شرح مجموع الإمام زيد. فترضى عنهما فتركوها أهل الكوفة وأسلموا للقتل. طيب قل لهم كيف زيد يموت من أجل الشيخين وأنتم تسبون الشيخين؟ هذا خلف من القول. نعم. فكان من ضمن الأسئلة اللي وجهتها له، قلت له عفوا، من ضمن الأسئلة التي وجهتها له قلت له طيب هذا عمر بن الخطاب بالمناسبة أن تعرف من فتح الشام ومن فتح العراق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت له الرسول ما فتح الشام ولا العراق، الرسول مات صلى الله عليه وسلم، عاد دولة الروم مسيطرة على الشام ودولة الفرس مسيطرة على العراق.